شيري، والدتك كان ليها يعني دور كبير في حياتك مش كده؟ عشان كانت ست يعني عامله، وبالحقيقه ما كانش يعني انا كنت باجي من المدرسه احضر لنفسي الغدا، ما كنتش بلاقي ام مستنياني. يعني كانت بتعمل كل حاجه، تصحى الصبح تفطرنا، تنزل تجيب الفطار وتفطرنا، وبعدين تروح شغلها وتيجي من شغلها. انا اصحى من النوم بعد ما اجي واتغدى وانام يعني الاقيها صاحيه محضره لنا الغدا. يعني كانت الحقيقه بتعمل كل حاجه. فيعني ام شقيانه من اللي هم تعبوا عشان ولادهم قوي وفحتوا في الصخر زي ما بيقولوا. فانا كنت تملي ابص لامي وهي نايمه. هي امي مش رفيعه، مليانه شويه، فكنت تملي ابص لها يا استاذ محمود اقول امتى بقى يجي اليوم اللي اقعدك فيه في البيت واخليكي ما تشتغليش يا حبيبتي. يعني كان بالنسبه لي ده حلم، واليوم اللي انا قعدتها فيه في البيت كان بالنسبه لي هو ده الحدث. هو ده اللي انا يعني بتعب عشانه، ان الست دي ما ترجعش تشتغل تاني. ريحتيها. برافو عليك، دي اجمل حاجه الواحد يعملها، اجمل حاجه الواحد يعملها في حياته. الحمد لله، وربنا يخليها لي يا رب. يا رب يخليها لك ان شاء الله. تعيشي لي يا حبيبتي يا امي، ويقدم لي رضاكي، ده انا روحي من روحك انتي، وعايشه من سر دعاكي. بتحس بفرحتي قبل الهنا بسنة، بتحس بفرحتي قبل الهنا